السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد، وكنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، وتقبل الله صيامكم صالح الأعمال وعشركم مباركات تدخل عليكم دائما فاش ما كتمنوا يا ربي. وبالنسبة لوصفتنا اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحلوى جد رائعة، يعني خطيرة في المذاق، وكتجي هشيش، كتجي مقرمشة ومعلكة في نفس الوقت. يعني واحد الحلوى اللي عندها واحد المميزات رائعة، واحد مكونات سحرية. بالنسبة للمقادير كنحتاجو فيها 3 ديال البيضات، 250 غرام ديال الزبدة، كأس ديال السكر كلاصي، كأس ديال الزيت، يعني الكأس نفس المعيار. انا عندي 3 ديال الفرماجات، نصف ملعقة قشور الحامض معسلين، ملعقة ديال الخروب مطحون، ونصف ملعقة ديال القرفة، وساشي ديال الخمارة، والدقيق الكامل. بالنسبة لنا الدقيق الكامل عندي 800 غرام، ولكن ما غاديش نضيفوها كاملة، يعني دائما تبقى على حسب الخليط. وبالنسبة لهاد الدقيق الكامل آه، حاولوا انكم ما تزولوش منه ديك الحمرة اللي كتكون رقيقة، يعني غربلوه في ديك الغربة اللي تكون العيون ديالو غلاظ. وعندي كذلك هنايا شوية ديال الملحة غادي نضيفها مع المكونات. هنايا خدينا الزبدة، كأس ديال السكر كلاصي، وثلاثة ديال الفرماجات، غادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى يولي لنا على شكل كريمي، يعني الخليط كيولي على شكل كريمي. بالنسبة هاد الحلوى هادي صدقوني راه كتجي رائعة. عرفتوا داك الخروب، يعني كإضافة من عندي كإبداع من عندي صراحةً ما خيبنيش، عطى الحلوى ديالي واحد اللذة رائعة، وكنتمنى أنكم تجربوها. أنا متشوقة أنكم تجربوها وتردوا عليا. كتجي لذيذة 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 راكم ما تخيلوهاش. وبالنسبة هاد الخروب، ولا بالنسبة للقرفة، ولا بالنسبة للقشور ديال الحامض، يعني كيجيو متوازين 100% مع الدقيق الكامل، كيكونوا بعضياتهم وكيعطيو تيخرجوا لنا واحد المذاق اللي هو رائع. وكنتمنى انكم تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم وغتشكروني عليها. وهذه كاضافه من عندي صراحه. كنتمنى انكم تدعموني في قناتي. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايكات، الله يجازيكم بخير. وكذلك تعاليق، انا كنتمنى انكم تعطوني التعاليق كما كانت سواء سلبيه سواء ايجابيه، انا دائما كنتقبل كل شيء. وشكرا لكم كاملين الصراحه، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم. كما كتلاحظوا معايا غادي نضيف هاد المكونات كاملين من بعد ما ضفت الزيت وخلطته مزيان حتى اندمج ليا مع الخليط. ثم كنضيف هنا البيض. بالنسبه هنا البيض راه ما ضفتش 3 كاملين، ضفت غير جوج بيضات كاملين زائد اصفر بيضه. بالنسبه للبيضه الثالثه خديت الابيض ديالها وخليته على جنب لانني غنحتاجه في الاخير. ثم غادي نضيف هنايا من بعد ما خلطت البيض مزيان حتى تخليه مع المكونات اللي ضفت، غادي نضيف الخروب والقرفه وكذلك قشور ديال الحامض، وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا. يعني خلطوهم مزيان مزيان حتى يدخلوا مع بعضياتهم، يعني ما يبقاش يعني كل مكون ما يبقاش باين، يعني كتولي الخليط كيولي كيبان لكم في لون واحد. من بعد كناخد الطحين كنضيف شويه بشويه، يعني عين ميزاننا كنضيفو شويه بشويه وحنا كنجمعو شويه بشويه وحنا كنجمعو، مع اضافه الساشي ديال خميره الحلويات. كنبقاو على هذا الحال هذا حتى كنجمعوا العجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه يعني ما تكونش قاصحه العجينه، انا تنقول لكم العجينه تكون رطبه، يعني ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون رطبه. كما كتعرفوا ان الدقيق الكامل راه كيشرب. غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نضيفها في واحد البلاصتيك غذائي وغنكمل العمل ديالي. هنايا غادي نحتاج كاوكاو مهرمش وابيض البيض، هذا هو البيض اللي زولت من 3 ديال البيضات، البيضه الثالثه. وغادي ناخذ العجينه وغادي نصنع منها كويرات، يعني المقياس ديالها تكون 20 غرام او لا عينكم ميزانكم. انا كندير عيني ميزاني، كنكورها وكندير واحد الحفره، يعني كندير واحد الحفره في الوسط. تقدروا انكم ديروها بشي اداه عمليه او لا ديروها غير بالاصبع ديالكم، ماشي ضروري تكون عندكم هاد السرنج هادي، يعني تقدروا ديروها غير بالاصبع ديالكم. ثم كنغطس الوجه ديالها في ابيض البيض، ثم كنمرمدها في الكاوكاو المهرمش. وبالنسبه من بعد ما تضيفوها في الكاوكاو المهرمش ضروري انكم تزيدوا تقبوها مزيان، يعني باش تبقى لكم ديك الحفره باينه كما كتلاحظوا معايا في الفيديو، يعني طريقه سهله صراحه. حتى الكاوكاو كيزيد كيعطي كيكمل ديك اللذه ديال المكونات اللي درت في العجينه، بحال الكاكاو حتى هو كيزيد كيكمل كيوازن ديك المكونات صراحه. يعني هادو كاملين كيتوازنوا بعضياتهم كيخرجوا لنا واحد المذاق رائع.
وغتجربوها إن شاء الله وغادي تجاوبوني عليها. المهم غادي نبقى على هاد الحال هذا حتى نكمل العجينة اللي عندي، وغادي ندوز باش نصاوبو الشكل الثاني. يعني نفس العجينة غادي نخرج منها جوج ديال الاشكال، تقدروا انكم تخرجوا منها حتى 4 ديال الاشكال، يعني ابداع من عندكم. يعني عطيتكم انا لاباز ديال العجينه، ولكن نتوما تقدروا انكم تكونوها كما بغيتوا، يعني الشكل اللي بغيتوه، الشكل اللي نتوما حبيتوه ديروه. من بعد ما كملتها كما كتلاحظوا معايا، غادي ندوز للشكل الثاني اللي غنديرو على شكل هلال. كما كتلاحظوا معايا غادي نشكلها على شكل هلال، وغادي نغطس الوجه ديالها في ابيض البيض، ثم غادي نغطسها في الكاوكاو مهرمش. مهم غادي نبقى على هاد الطريقه هذه حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما ساليت غادي ندوز للمرحله التاليه. غادي عندي هنايا الكونفيتير ديال الفريز والكونفيتير ديال الليمون. يعني بالنسبه للكونفيتير اي كونفيتير كان عندكم في الدار، يعني اللي متوفر عندكم في الدار استعملوه. انا متوفر عندي هنايا ديال الفريز وديال الليمون، تقدروا تستعملوا ديال المشماش، تقدروا تستعملوا ديال الكرموس، ديال الحامض، يعني اللي متوفر عندكم. كناخذ هنايا الفريز وكنحاول انني كنعمر دوك الحفيرات. يعني غادي النص غادي نعمرو بالكونفيتير ديال الفريز، والنص الثاني غادي نعمروه بالكونفيتير ديال الليمون. ومن بعد راني مسخنه الفران، يعني سخنته مزيان وغندخلها الفران وغنقص العافيه ونخليها طيب على خاطرها. غادي نشعل عليها من التحت، ثم من بعد غادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر ليا الوجه ديالها والعافيه تكون مهيله. وكنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه، راه غادي تعجبكم اكيد. وشكرا لكم على المتابعه، ودمتم في رعايه الله. الى فيديو قادم ان شاء الله، ولقاكم على خير. شوفوا كي من بعد ما خرجتها من الفرن يعني كتجي محمره، الوجه ديالها كيجي يعني غير حمروها، يعني ما طيبوهاش بزاف. وبالنسبه لهنايا يعني الزواق تبقى على حسب الاختيار. انايا درت ذوبت شوكولاط ابيض وشوكولاط اسود، ودرت زيكزاك، يعني درت على شكل زيكزاك، ولكم الاختيار. وشكرا لكم على المتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.